بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا وفي اسعد حال. النهارده هنقدم الحمام المشوي في الفرن. طبعا هنحشي، مش هنسلق ولا الكلام ده، على اساس انه بيفرقع برضو في السلق ومنظرها ما بتبقاش حلوة. فكده هندخله الفرن يتشوي ويطلع منظره جميل جدا، تحفة وبالهنا والشفا. اللهم بارك. دول جوزين حمام معايا، غسلتهم كويس. طبعا بشيل الرقبة اللي هو الزور اللي من جوه، بحيث ان انا افضي معايا، ما خليش حاجة تعوقني في الحشو، على اساس ان انا احشيها كويس جدا واكبر منظرها. وفعلا فردة الحمامة بتبقى جميلة جدا بعد الطريقة دي. طبعا وهنعمل خلطة او حشوة جميلة صحية. طبعا احنا الحمام معانا كده بتبقى فيه حاجات زيادات من جوه بنشيلها، ما بنخليش حاجة نهائي، وبننضفه كويس جدا. وطبعا لو في اي بقايا على الجلد بنتخلص منها وبننضفها. طبعا دي مية جارية لغاية ما نحس ان هو خلاص استكفى كده وبقى معانا تمام التمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ بقى ايه دلوقتي؟ هنعمله محلول نقع كده يقعد فيه مدة 10 دقايق، على اساس لو في زفارة اي روايح ما تبقاش موجودة معانا. طبعا هو نضيف كده تمام، مش محتاج، بس برضو زيادة تأكيد وزيادة نظافة. المحلول بيبقى عبارة عن المية زي ما شفتوا كده حضراتكم، حبة ملح صغيرة، معلقتين دقيق، معلقة خل. طبعا بشطفهم كويس جوه المحلول ده وبسيبهم فترة زي ما قلت 10 دقايق. هنبدأ نجهز للحشو. طبعا طبعا معايا بصلة بقشرها بقطعها. انا هنا مش محتاجة الكبة ان انا افرمه وانعمه قوي، لا انا محتاجاه يكون مقطع كده بشكل طبعا ظاهر معايا شوية، على اساس يديني منظر جمالي في الحشوة اللي انا هحشيها. طبعا فلفل اخضر، فلفلاية تبع الكمية اللي معايا، ممكن ازود ممكن انقص، مفيش مشكلة. فلفلة خضراء، فلفلة حمراء. لو حابة سبايسي ممكن نحط واحدة سبايسي، مفيش مشكلة. ودي طاسة على النار. طبعا دي معلقة سمنة ومعلقة زيت. دي ازازة كاتشب انا معبية فيها زيت، بحيث ان انا استخدمه معايا، يعني اوفر. يعني انا الزيت دلوقتي بقى غالي جدا ومكلف، فكده انا ايه بكب على القد. هنقلب كويس يا دوب بس يتبلوا معايا. طبعا هبهرهم ملح وفلفل، قرفة وجنزبيل. طبعا ممكن توم باودر، بحيث ان انا اطعم معايا الخلطة، وبرضو بتاخد طعم جميل وريحة حلوة. هقلب، هيتبلوا. مجرد ما يتبلوا معايا، طبعا انا محددة كمية الرز. هو معروف معيار كل حمامية بتاخد كفة او حفنة من الرز على قد ايدي. فطبعا ممكن ازود شوية عادي، لو اتبقى افرشهم في الطبق تحت منه مفيش مشكلة. لكن لو مش عايزة ابقي، يبقى انا هستكفي معايا ب4 حفنات من الرز على ايدي، ازود حبتين برضو وخلاص على كده. طبعا انا مجهزة كمية الرز زي ما قلت، وغسلاها وسايباها في المصفى بحيث ما يتبقاش فيها اي مية. طبعا نزلت بالرز اهو اللي قلت عليه لحضراتكم، مغسول ومتصفي وجميل قوي. هقلب كويس. ممكن لو حابة تحطي فريك مفيش مشكلة، بس انا عندي المشكلة ان الاولاد بيحبوا الرز اكتر ما بيحبوش الفريك. فطبعا النهاردة قلت اعمله بالرز كده هيبقى طعمه حلو. قلبت شوية طبعا، بعد كده نزلت بكمية المية. هو يستحب تنزلي بيها مية مغلية طبعا. المية مش هتبقى كتير، لان انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه يدوب يبقى مفلفل كده نص سوا، لان هو هيكمل السوا بعد ما يدخل الفرن ويتحشي بيه الحمام.
فمتهيالي كده المية كافية جدا، يدوب هتسويه نص سوا مش اكتر. شايفين بقى منظر الفلفل مع البصل الوان ازاي مع الرز، مديني منظر حلو بصراحة. طبعا انا قلبت وغطيت يغلوا حبتين واوطي لحين ما يبقوا معايا بالسوا ده. شايفينه بقى مفلفل ازاي، مش معجن ولا حاجة، لان انا هحشي بيه وبعد كده لما بعد كده هيستوي معايا، ما هي يعني يبقى طعمه حلو، ما يبقاش معجن كده جوه الحشوة، لا مش حلو. طبعا انا هنا بحشي الحمام، انا بحشيها كويس قوي كده من جوه، بكتفها من رجليها تمام. طبعا عندي هنا الزور ده انا مفرغاه خالص، هبدأ احشيه كده واملاه كويس، بس مش يبقى مليان جامد قوي برضو يفرقع معايا، لا يعني هيبقى مليان بس ايه يعني سايبه مساحه انه لما هيستوي هيزيد معايا، بحيث ان ايه ما تفرقعش برضو. فهنا انا حشيت بايدي، هنا برضو فكرة جديدة للبنات المبتدئات، لو انت صعب عليكي كده عن طريق يعني معايا جمع زي كده بلبسه بذور الحمامة وببدأ احشي وانزل كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. برضو دي طريقة جميلة وسهلة عجبتني قوي وسهلت عليا. انا حشيت 3 وسبت الرابعة دي اجرب معاكم فكرة الام، فهي فعلا شايفين حضراتكم جميلة ازاي ومريحة. ودي كمية الحشو كفاية قوي كده تبقى في الحمامة، ما تبقاش برضو مكبسة قوي. طبعا انا هسويه في صينية كده جوه الفرن، بس بحب ايه احط البطاطس بتاخد طعم جميل من الحمام. طبعا دسم الحمام وصوص الحمام كله بينزل بيسوي لي البطاطس، فبتبقى طعمها جميل، وفي نفس الوقت بتبقى فرشة تحت الحمام عشان ما يلزقش معايا او اي حاجة لا قدر الله كده. طبعا طماطمية قطعتها مع البطاطساية، حابة تحطي بصلة، دي حاجات بترجع لراحتنا ولذوقنا واحنا عايزين ايه. فكده طبعا الحمام حضراتكم شايفينه اتحشى بالمنظر الجميل ده، والحمامة بسم الله ما شاء الله زادت النص تقريبا، وبقى منظرها تحفة. طبعا انا رصيتهم كلهم كده فوق البطاطس، حبة ملح وفلفل كده نرشها على البطاطس، برضو نرشها فوق الحمام. هغلي كوبايتين مية عشان ما احطش مية باردة طبعا، يغلوا كويس قوي وانزل بيهم في الصينية كوبايتين بكوباية الشاي، على اساس ان برضو تعمل لي صوص في الاخر، والبخار بتاعها يسوي معايا الحمام، وكمان ما تلزقش البطاطس معايا في الصينية. ولاحظوا حضراتكم ان انا مش حاطه اي مادة دهنية نهائي، لاني انا صوص الحمام هينزل. طبعا استوى، لفيته بالورق الحراري واستوى، خرجته دهنته صلصة.